السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنشوف بقى كده كتاب بني في الماس للصف الثالث الابتدائي اللي هو جونيور 3 تجريبي لغات. هنشوف المحتوى بتاعه ايه وهنعرف كمان سعره وكل حاجة عنه. تمام كده. ادي الكتاب هو عبارة عن كتابين بالشكل ده كده. هنفتحهم ونشوف المحتوى بتاعه ايه. بصوا، في هنا حاجة اسمها بطاقة الطالب، ذاكر واربح، سجل بياناتك لتحصل على هدايا. وفي هنا باركود كده بيتعمل وبتشوفي ايه هديتك وتقولي ايه رأيك، كتب لك رأيك يهمنا وهكذا يعني. المهم ادي كتاب. بصوا، في حاجات تانية بتبقى مع الكتاب اهوت كده. ويل وان بيوريهم طبعا شكل النص والربع والتلت والربع. دي صورة كده بتعلمهم الايه، المقاسات يعني، او اسمها الايه، فريكشنز. ماشي. ودي الساعة، حاطين لها ساعتين اهيت. طبعا ده هيتقص كده وهيتحط هنا ايه زي ايه العقارب بتاعة الساعة. تمام. وادي كمان الجدول الضرب من 1 لغاية 10، حاطين 2. تمام كده. شلها 1 بحيث ايه لو 1 ضاع يبقى معانا التاني ايه بيتشيل. ادي الكتاب الاولاني سكند ترم، الترم التاني هو 2024. ده يا جماعة واخدينه من مكتبة اسمها مكتبة الملكة في عندنا في الحضرة في اسكندرية. كانت عاملة خصم 15% على سعر الكتاب. تمام كده. انا اي كتاب ان شاء الله هشتريه خارجي هوريهولكم وهوريكم المحتوى بتاعه والسعر بتاعه، وكمان اقول لكم لو في خصومات وكده. بصوا، هو سعر الكتاب مكتوب عليه 170 جنيه زي ما انتم شايفين. اخدينه بعد الخصم 15% عامل 145 جنيه. تمام. ودوت محتوى زي ما انتم شايفين كده. ادي كتاب وادي كتاب تاني. ده الفاينل ريفيجن اللي هو ايه المراجعة النهائية. طبعا بيبقى كله عبارة عن اسئلة وهم بيحلوها مع الميس بتاعتهم في الدرس او في المدرسة يعني. بس طبعا هو في الدرس يعني، لان ده كتاب خارجي ممنوع يدخل المدرسة. ماشي. بيبقى شكله كده. بيجيبوا بقى امتحانات وحاجات من دي. طبعا احنا عندنا من اولى لتالتة مفيش امتحانات، بس بيوروهم شكل الامتحان بحيث يأهلهم لسنة رابعة يقدروا يحلوا ازاي. وادي الكتاب دوت طبعا عبارة عن الشرح درس وعليه اسئلة. هي الميس الترم دوت رشحت لنا كتاب بني، وانا بصراحة مجرباه في السنين اللي فاتت مع اسيل مع اختها الكبيرة. كان بصراحة جميل جدا وفي تدريبات كتير جدا اهي. بصوا كذا شيت وكده، اللي هو ايه تدريبات على الدروس، وشرحه بيبقى مفصل وجميل بصراحة. بصوا هنا جدول الضرب. طبعا هي المسائل بقى هما ايه بياخدوا كل شوية حاجات جديدة انا بعرفها بقى معاها في الدروس. بس ده بالنسبة لكتاب بني. ان شاء الله لما يطلبوا مننا كتب تانية في مواد تانية هصورها لكم وبرضو اقول لكم الاسعار بتاعتها.